إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وسلم. ازيكم يا بناتي، ازيكم يا اخواتي، يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل لقمة عشاء في الساعة دي سريعة جدا وجميلة جدا، هتعجبكم إن شاء الله. أول حاجة بيكون معانا بطاطس وبصل وجزر وفلفل للي يحبها سبايسي، يعني ممكن قرن أو قرنين على حسب انت بتحبيها حامية أو لأ. والكمية البطاطس او جزر ممكن تضاعفيها وممكن تخليها النص حسب الافراد اللي هتاكل عندك. هنشتغل مع بعضنا نقول بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجة نبتدي بيها هناخد البصل نضربه، خليكم معايا. البصلة بتاعتنا. تاني حاجة هنبشر معانا البطاطس بتاعتنا. هننزل بالبطاطس بتاعتنا بعد ما ضربناها في قلب الطبق. ننزل بالجزرة بتاعتنا برضو نبشرها كده، ضربناها معانا في قلب الكبة بقت مفرومة بالشكل ده. هننزل بيها على البصلة كده يا حبايبي، شوحناها. هناخدها بقى ننزل بيها على البطاطس بتاعتنا، تعالوا معايا كده يا حبايبي. حطينا الجزر بتاعنا وحطينا عليه بصل اخضر، ونقلب كده بالشكل ده كده، ونحط لها شوية ملح والتتبيلة بتاعت بيت المنى، انا عامله لها فيديو ممكن تشوفوه. نص كوباية لبن وبيضة، فلفل اسود، ذرة ملح، معلقتين دقيق، كده حبايبي. وهنحطها في الفرن على 180 او على 170، وبعد نص ساعة نطلعها. ان حبيتي تحطي عليها جبنة موتزاريلا تحطيها قبل ما تطلعيها ب5 دقايق. خليكم معايا اهي حبايبي كده طلعت من الفرن، خدت حوالي نص ساعة في الفرن وطلعت بسم الله ما شاء الله. ايه رأيكم في الشكل؟ ان عجبكم متنسوناش باللايك والسبسكرايب والتعليقات الجميلة لبيت المنى. اشوف وشكم بخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.